معانا الإصدار الخامس من ال50 جنيه، وهي 50 جنيه المسجد الحديثة، ودي الإصدار اللي يعتبر إلى يومنا هذا متداول، أو الورقة أو شكل الورقة اللي موجودة إلى يومنا هذا. تم إصدارها يا جماعة الورقة ديت في 9 فبراير 1993، وأخذ يتم إصدارها حتى 18 فبراير 1999. تم التوقيع على 28 بريفكس، وواقع كل بريفكس 10 مليون ورقة. اما نيجي نضرب 28 بريفكس في 10 مليون ورقة يديني 280 مليون ورقة، ودي رقم كبير جدا جدا. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، هو صلاح حامد وإسماعيل حسن محمد. العلامة المائية بتاعتها هي توت عنخ آمون. الورقة دي يا جماعة سعرها 50 جنيه لو هي عادية جدا، اما لو فيها بعض المواصفات اللي هنقول عليها، اللي هي مثلا تكون انصر، والارقام بتاعت السيريال نمبر كلها 0005 0001 0003 0004، دي بيرعى سعرها من اول 250 جنيه لحد 300 جنيه. اما لو هي الارقام السيريال نمبر كلها وحايد، او كلها اتنينات، او كلها تلاتات، او كلها اربعات زي ما انتم شايفين، فدي سعرها بيعلى وبيوصل من اول 500 جنيه، وممكن يوصل حتى ال 1500 و2000 جنيه لو وصلت لحالة الانصر، بس يكون السيريال نمبر بتاعها موحد كله. معانا سادس اصدار من ال50 جنيه، وهو الاصدار الاخير من ال50 جنيه، الورقة الحديثة اللي موجودة الى يومنا هذا. تم اصدار تلك الورقة سنة 2001 ميلادية حتى الآن، بالظبط في 6 نوفمبر 2001، وأخذ يتم إصدارها إلى يومنا هذا. تم إصدارها حوالي أكتر من 200 بريفكس، تم التوقيع عليهم من 5 من المحافظين، وهو محمود أبو العيون، وفاروق العقدة، وهشام رامز، وطارق حسين عامر، بالإضافة لحسن عبد الله وهو محافظ البنك الحالي الموجود حاليا. وهذه الورقة بيتم إصدارها إلى يومنا هذا، يعني وأخذ في الإصدار دي سعرها 50 جنيه. أما لو هي فيها بعض المواصفات والشروط اللي احنا قلنا عليها، إن يكون مثلا السيريال نمبر بتاعها كله أصفار 1 أو أصفار 2 أو أصفار 3 إلى أصفار 10، أو بالنسبة لي كل السيريال نمبر بيبقى وحايد، لو من 0 إلى 1 أصفار 1 أصفار 2 أصفار 3، فبيبدأ سعرها من أول 150 جنيه وبيوصل ل 200 جنيه. أما لو هي كلها وحايد أو اتنينات السيريال نمبر أو 3 إلى 9، فبيبدأ سعرها لحد 1250 جنيه و1750 جنيه. أنا كده خلصت. نخش دلوقتي على السؤال المتداول من كل الناس: أبيع العملات اللي معايا دي فين؟ أماكن بيع العملات النادرة والشحيحة بالتفصيل. تقدر تبيعها من خلال 4 أماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقة. أول مكان من خلال الأسواق الحرة اللي موجودة في كل من مصر والأسكندرية، في القاهرة واسكندرية. القاهرة موجودة عندنا في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي. سوق بينعقد جنب سينما ديانة يسمى سوق ديانة، كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. أيضا في سوق بينعقد في الأسكندرية كل يوم 4 في منطقة ميامي بجوار كافيه صيام، بينعقد من الساعة أيضا 8 صباحا حتى 5 مساء كل يوم 4. دي بالنسبة للأسواق الحرة. تقدر تبيعها أيضا من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت على جوجل زي جوميا وعلي إكسبريس وأمازون وإي بي والعديد من المتاجر الإلكترونية. تقدر تبيعها في 3 مكان من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي بينعقد عليها مزادات على الفيسبوك، وسايب لكم روابط الجروبات في الرابط اسفل على اليوتيوب. فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، وهسيب لكم جميع روابط الجروبات لعرض المزادات اللي هي موجوده على الفيسبوك في الرابط هناك على اليوتيوب اسفل الفيديو. تقدر تبيعها في رابع مكان واخر مكان من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت. دي موقع مخصص لبيع العملات الشحيحه. جماعه كل ما يتعلق الفيديو، بس رجاء بطلب من حضراتكم بس ان انتوا تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في القناه، وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فرجاء تعملوا لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا توصل لجميع الناس. لربما يكون حد معاه عمله وهو ما يعرفش سعرها، يقدر من خلال قناتنا ان هو يعرف جميع اسعار العملات النادره والصحيحه واسعارها واماكن بيعها كمان. انا كده خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.